خطأ في منتهى الخطورة الناس بتعمله في جلسات النوبولايزر أو جلسات البخار، بيحطوا ماء مقطر أو الأمبول اللي بيكون مكتوب عليه ووتر فور انجكشن بدل ما يحطوا نورمال صلاين، وده بيخلي المية تدخل كبخار على الرئة وبتسبب تهيج في الشعب الهوائية، وده بيزود لي الكحة وضيق التنفس بدل ما يريحهم. طب ايه الصح؟ الصح ان انا بحط محلول نورمال صلاين او محلول ملح تركيز 9/10% او حتى هايبرتونيك صلاين لو في افرازات تقيلة، لان النورمال صلاين بيسهل خروج السكريشنز وبيعمل على إذابة الإفرازات، وبالتالي بيوسع لي الشعب الهوائية وبيرطب الممرات الهوائية. لو عايز كل يوم تستفيد معانا معلومة طبية أو تمريضية، اشترك معانا في القناة وفعل زر الجرس، وإن شاء الله هتتعلم معانا التمريض كعلم ومهارة من A to Z.